أهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد. واليوم حنحل المسألة الثالثة اللي تركناها الدرس الماضي بنواصل الفتل. حل المسألة الثالثة شو نواص فتل. خلينا نقرأ المسألة، نكتب المعطيات ونشوف شو طالبين منا. عم يقلنا ساق أفقية متجانسة، اسم الساق AB طولها 40 سنتيمتر، معلقة بالسلك فتل شاقولي يمر من منتصفها. معناتها محور الدوران مارق من المركز. معناتها شو الحالة عنا اياها؟ الحالة حتى نعرف شو نحسب اي دلتا. الحالة عنا اياها ساق معلقة من منتصفها، تمام. وعم يقلنا طولها لهي الساق ال 40 سنتيمتر، يعني 40 ×10⁻² متر. عم يقلنا ندير الساق في مستوي أفقي بزاوية تيتا تساوي 60 راديان، يعني بيع 3 60 درجة عفوا، يعني بيع 3 راديان. بدكم تنتبهوا لها. فأعطانا التيتا تساوي 60 درجة، يعني بيع 3 راديان. وقلنا في اللحظة تي تساوي 0 فتهتز بحركة جيبية دورانية دورها الخاص. عطانا التي 0 الدور 1 ثانية. فإذا علمت أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك الفتل، عطانا آي دلتا الساق. آي دلتا الساق عطانا إياها 2×10⁻³ كيلوغرام بالمتر المربع. عم نستنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام. تعودنا على هذا السؤال كتير بيجي بالمسائل. معناتها بدهم شو؟ التابع الزمني. 1 التابع الزمني. رح ننطق الشكل العام لتابع المطال. شو هو الشكل العام لتابع المطال؟ تيتا تساوي تيتا ماكس كوساين أوميجا 0 تي زائد فاي. حتى نطالع التابع الزمني لازم نعين الثوابت. فبقول التيتا ماكس تساوي تيتا تساوي بيع 3 راديان. ليش؟ لأنه ترك دون سرعة ابتدائية. خلصنا منها. ضلت علينا الأوميجا 0 معنا الدور. بكل سهولة أوميجا 0 تساوي 2 باي على تي 0، يعني 2 باي على 1 2 باي راديان بالثانية ناقص 1. وقت يعطوكم الدور دغري يحسبوا الأوميجا 0 من هي العلاقة. لإيجاد فاي ضل علينا تطور فاي. لإيجاد فاي شو بنعمل؟ نعوض شروط البدء في التابع، تمام. شروط البدء تي يساوي 0 والتيتا تساوي تيتا ماكس. هدول الاثنين حنعوضهم بالتابع. بدال تيتا ححط تيتا ماكس تساوي تيتا ماكس بكوساين الفاي. كوساين الفاي يساوي 1، فاي تساوي 0. كوساين الفاي يساوي 1، يعني فاي تساوي 0 راديان. نرجع بنكتب التابع. التابع صار عنا تيتا تساوي التيتا ماكس بيع 3 تيتا ماكس كوساين أوميجا 0، يعني 2 باي تي زائد 0 راديان. هذا هو الطلب الأول. خلينا نشوف الطلب الثاني. احسب السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.
قلنا المرور الثاني بوضع التوازن قديش بيكون الزمن؟ الطلب الثاني بده الأوميجا السرعة قديش لما كان الزمن بالمرور الثاني بوضع التوازن. قلنا المرور الثاني هو 3 تي صفر على 4. المرور الأول تي صفر على 4، الثاني 3 تي صفر على 4، الثالث 5 تي صفر على 4. عم يكون معنا أعداد فردية من ربع الدور بالمرور بوضع التوازن. حنكتب تابع السرعة أوميجا بساين أوميجا 0 تي زائد فاي. تمام. الأوميجا 0 2 باي، التيتا باي على 3 بساين 2 باي بي بدال الزمن تي هنحطها 3 تي صفر على 4، والتي صفر 1 يعني 3 على 4، وهي ما بنحطها صفر بس هيك. باي ضرب باي، باي مربع يعني ناقص 2 عفوا ناقص 20. خلينا دغري نحطها 20 والباي مربع 10. 20 على 3 بساين، خلينا نختصر 2 مع 4 ضلت 2، ضل 3 باي على 2. 3 باي على 2 ساين 3 بي على 2 ناقص 1، يعني صار عندي ناقص بالناقص زائد، صارت الأوميجا شو بتساوي؟ 20 على 3 راديان بالثانية ناقص 1. ننتقل للطلب اللي بعده. الطلب اللي بعده عم يقلنا احسب قيمة التسارع الزاوي للساق عندما تصنع زاوية ناقص 30 درجة مع وضع توازنها. بس نجيب ورقة، بدنا التسارع الزاوي، يعني تسارع شو بيساوي؟ التسارع الزاوي هو ألفا. ألفا بتساوي ناقص أوميجا 0 مربع ب تيتا، وعطانا الزاوية تيتا، عطانا إياها هي ناقص 30 درجة، بس نحنا رح نكتبها بالراديان، هي ناقص ب على 6 راديان. تمام. فصار التسارع بيساوي ناقص الأوميجا 0 كان معنا 2 باي حيصير 4 باي مربع بالتربيع، والتيتا هي ناقص باي على 6 يساوي 20 باي على 3، لأنه هي 40 على 6 فينا نختصرها 20 على 3 والناقص بالناقص زائد الواحدة راديان بالثانية ناقص 2. هاي الطلب الثالث. هلا كل هدول اللي عم نحلهم هنن A قسم A. هلا قسم B بالمسألة عم يقلنا بقسم B نثبت بالطرفين A و B كتلتين كل منهما 75، يعني M1 تساوي M2 تساوي 75 جرام، يعني 75 ب10 هو ناقص 3 كيلو جرام، كتلتين قد بعض. استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للجملة المهتزة واحسب ثابت فتل السلك. يعني بدنا الدور الخاص تي صفر فتحة بعد ما حطينا هدول الكتلتين مع كتل. طيب نحنا حسبنا أول شي تي صفر الدور الخاص دون كتل، حنحط هذا القانون شو بيساوي وحننسب الأول على الثاني. تمام، يعني تي صفر على تي صفر فتحة. طيب خلينا نشوف الدور مع كتل كيف بيصير. حيتغير معنا فقط الاي دلتا، 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي. اي دلتا فتحة هي جملة، صار عندي كتل، اما هون كانت تي صفر تساوي 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي، واي دلتا هون فورا عطاني اياها، هاي معطاة.
اما هون بدها حساب جملة انه صارت المعطاة زائد الكتل اللي عنا اياهم. يعني رح نرسم لكم اياها بهي الرسمة. النواس هيك شكله معلق من فوق، هاي السلك وهي الساق، تمام، وهي الكتل. علقنا هون كتلة وهون كتلة، وهالكتل قد بعضن، M1 وهي M2، وكل هاي الساق طولها L. قديش تبعد الكتلة الأولى عن محور الدوران؟ هون محور الدوران دلتا، عم تبعد نص L، وهي عم تبعد نص L، تمام. يعني صارت عنا هون I دلتا الجملة، I دلتا جملة تساوي I دلتا الساق زائد I دلتا الكتلة الأولى زائد I دلتا الكتلة الثانية. يعني I دلتا الجملة تساوي I دلتا الساق، عطانا إياها هو 2/10، عطانا إياها قيمة 2/10 قوة ناقص 3. يا بيعطيك إياها قيمة يا بيعطيك إياها 1/12 ml مربع. زائد شو قانون I دلتا للكتلة؟ هي الكتلة بمربع البعد عن محور الدوران. تبعد الكتلة عن محور الدوران L/2 مربعة، بدي L/2 للتربيع، زائد كمان هي ML/2 للتربيع. طيب هي الكتلة 1 قد هي الكتلة 2، وهذا البعد قد هذا البعد، فبدال ما اكتبهم تنتين رح اكتبهم 1 واضربها ب2. I دلتا الجملة صارت تساوي 2/10 قوة ناقص 3 زائد 2 ضرب الكتلة بL مربع على 4، تمام. خلينا نختصر. I دلتا الجملة هي 2/10 قوة ناقص 3 زائد، فينا نختصر هي 2 مع هي 4، صار 2 بالمقام. والكتلة شو الكتلة؟ عناها 75/10 قوة ناقص 3، هي اختصرناها، تمام. الكتلة 75/10 قوة ناقص 3. ال مربع قديش عطانا ال طول الساق 40 سنتيمتر. يعني عنا ال مربع، هلأ خلينا هيك نكتبها. ال مربع هي 40/10 قوة ناقص 2، تمام. هلأ للتربيع هي لحالها تربيع، هي لحالها عليها تربيع المربع، لأنه ما عاد عنا شي بالمقام، اختصرنا 4 مع هاي ضل 2 بدون تربيع. هلأ هاي بنختصرها، بنربعها وبنختصرها. صارت I دلتا الجملة تساوي 2/10 قوة ناقص 3 زائد 75/10 قوة ناقص 3 ضرب مربع 4 16 مربع 0 0 1600 ب10 قوة ناقص 4 على 2، تمام. نتخلص من العشرات ونختصر 16 مع 2، حتصير 2/10 قوة ناقص 3 زائد 75 ب، شوفوا هلا حخلي العشرات مع بعض، هاي والصفرين وهاي مع بعض، وال16 على 2 8 ضرب. هلا العشرات صفرين موجبين مع صفرين سالبين بيروحوا، ضل عنا هون ناقص 1 ناقص 1 ناقص 4 نفسها ونجمع ناقص 5. هلا بنضرب 75 ب8 مشان نشوف الجواب، بعدين بنطالع عامل مشترك. هلا اللي بيعرف يحسب رياضيات يقطع هذا المقطع، اما اللي ما بيعرف
معلش انا بدي افصلها شوي. 75 ب8، 8 مرات 600، يعني صارت 2 ب10 قوة ناقص 3 زائد 600 ب10 قوة ناقص 5. صفرين موجبين مع صفرين سالبين، ضل هون 10 قوة ناقص 3. تمام، رح نكتبها على ورقة. معناها شو طلع معنا؟ نحن عم نحسب اي دلتا الجملة لمين؟ لما حطينا كتل. طلع معنا 2 ب10 قوة ناقص 3، تمام، زائد 6 ب10 قوة ناقص 3. ليش؟ بعد ما ضربنا هدول طلعوا 600، روحنا صفرين مع صفرين ضل 10 قوة ناقص 3. طيب بسحب 10 قوة ناقص 3 عامل مشترك، صفاي دلتا الجملة تساوي 2 زائد 6 ب10 قوة ناقص 3، يعني 8 ب10 قوة ناقص 3 كيلو جرام بالمتر المربع. هي مين؟ اي دلتا الجملة. رح حطها على جنب. ليش؟ هلا بدي اعوضها بالدور T0. طيب حنكتب القانون الدور تبع T0 فتحة، هو 2 باي تحت الجذر اي دلتا فتحة على كي، يعني 2 باي تحت الجذر اي دلتا فتحة طلعت معنا ليك 8 ب10 قوة ناقص 3 على كي. الكي هو عطانا اياها بس فينا نخليها كي، هلا حنختصرها مع الكي تبع الدور القديم. تمام، هذا الدور الجديد، هذا دور جديد. الدور القديم T0 هو 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي، يعني 2 باي تحت الجذر 2 ب10 قوة ناقص 3 اي دلتا اللي عطانا اياها على كي. رح ننسب قديم على جديد، هاد على هاد، يعني T0 على T0 فتحة تساوي. طبعا شوفوا كيف، لاحظوا هدول مثل بعض بيروحوا مع بعض، هدول الكي بيروحوا مع بعض نفس بعض. شو ضل عنا؟ ضل عنا جذر. هلا فوق القديم ها لا تخربطوا، جذر 2 ب10 قوة ناقص 3 على جذر 8 ب10 قوة ناقص 3. تمام، هلا فينا هدول الجذرين من خواص الجذور فينا نحطهم تحت جذر واحد. خواص الجذور بالقسمة بنحطهم تحت جذر واحد، والدور القديم معي حنعوض قيمته معنا يا واحد، يعني 1 على T0 فتحة تساوي تحت الجذر 2 ب10 قوة ناقص 3 على 8 ب10 قوة ناقص 3. بتروح هاي مع هاي، 2 على 8 فينا نختصرهم 1 على 4، ضل 1 على T0 فتحة تساوي جذر 1 على 4. شو جذر 1 على 4؟ 1 على 2. تمام، يعني صار عنا تناسب انه 1 على T0 فتحة بيساوي 1 على 2، طرفين بالوسطين. اذا بدي T0 فتحة بيعطينا T0 فتحة شو بيساوي؟ 2 ثانية. الواحدة ثانية للدور. الطلب اللي بعده عم يقلنا استنتج كي ثابت صلابة النابض، ففورا بحسبها من قانون الأوميجا زيرو. مو الأوميجا زيرو مربع بيساوي كي على اي دلتا، نعزل كي، يعني الكي يساوي أوميجا زيرو مربع ضرب اي دلتا. يعني الكي يساوي الأوميجا زيرو مربع هي 2
باي للتربيع ضرب، والآي دلتا هو اللي عطانا إياها 2×10⁻³ وتساوي 8×10⁻² متر نيوتن راديان -1. الطلب اللي بعده عم يقلنا هلا هاي حلينا نحنا ب هلا سي. طلب سي: نقسم سلك الفتل لقسمين متساويين ونعلق الساق بعدئذ بنصفي السلك معا، أحدهما من الأعلى والآخر من الأسفل ومن منتصفها، ويثبت طرف هذا السلك من الأسفل بحيث يكون شاقوليا، استنتج دور الخاص الجديد للساق دون وجود كتل. يعني هلأ حيقيم الكتل بس حيقصر السلك، يعني حتصير هيك الرسمة معنا. حنعلق مثلا هون السلك، هذا السلك راح وقصروه، وهي الساق ما عليها كتل، والسلك اللي تغير معي صار ربع السلك القديم. فكيف بدي احسب الدور؟ T0 فتحة، T0 1 مثلا، او فتحة منسميه اللي بتكون اياه، بس لانه سمينا هداك فتحة حنسمي هاد 1. هو 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي. مين تغير معنا هون؟ تغير معنا السلك، والسلك وين موجود؟ موجود بالكي. هلا هاد الطلب بده شوية تركيز منكم. هلا T0 بعد ما غيرنا طول السلك سميناه T0 1، وتغير بس الكي، لأنه هي الكي اللي بقلب القانون تبعها في طول السلك، أما الباقي ضلوا مثل ما هن. طيب وT0 القديم أنو 1 اللي حسبناه أول 1 دون كتل. نحنا حسبنا T0 دون كتل، T0 فتحة مع كتل، وهلأ T0 1 هو كان 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي. رح ننسب القديم على الجديد، تمام؟ يعني T0 القديم على T0 1 أنو عندما غيرنا طول السلك يساوي T0 القديم قلنا هو 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي، وT0 الجديد T0 1 هو 2 باي تحت الجذر اي دلتا على كي 1. هي اللي اختلفت، يلي مثل بعض حيروحوا مع بعض، اي دلتا مع اي دلتا، و2 باي مع 2 باي. صفت T0 قديم على T0 1 تساوي مين ضل هون عنا؟ جذر 1 على كي على جذر 1 على كي فتحة، يعني كأنه نضرب بمقلوب الثاني. هلأ الجذر فيني حطهم تحت جذر 1، ضربوا المقلوب الكسر الثاني، صفت كي فتحة على كي، يعني هدول بيساوي هدول. خلينا نشوف كل وحدة، عفوا 1 هاي ما بدنا نكتبها فتحة عشان ما نضيع. صفت كي 1 على كي. خلينا نشوف شو قانون الكي مشان نحطها. يعني صفت العلاقة T0 على T0 1 تساوي جذر الكي 1 على كي. هلا بهاي بدنا نعوض. طيب شو قانون الكي؟ الكي مو هو كي فتحة 2 R أس 4 على L، تمام؟ والكي 1 هو كي فتحة 2 R أس 4 على ال هو ربع ال بالجديد، ربع ال، تمام؟ هلا إذا قمنا هدول مو هن نفسهم كي، ليك وهدول نفسها كي، يعني الكي 1 هي كي على ربع.
نضرب بمقلوب الكسر الثاني، يعني هي 4K. الكي واحد هي 4K. خلينا نقيم هون كي واحد، حط بدالها 4K. صفت تي صفر على تي صفر واحد تساوي، تحت الجذر قلنا بدال كي واحد حنحط 4K على K، تروح K مع K ضلت 4، جذر 4 2. صفت هدول بيساوي 2. تي صفر القديم هو 1، 1 على تي صفر 1 تساوي 2. وهيك بنكون نهينا كل المسائل المتعلقة بنواة الفتل. بشوفكم فيديو جديد. باي.